اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله. ازيكم عاملين ايه يا احلى اخوات يا احلى اصحاب؟ يا احلى ناس على راسي من فوق، داخل مصر وخارج مصر والوطن العربي. وتعالوا نشوف عملنا الكشري المصري ده ازاي. لايك بقى وشير، واللي ما اشتركش في القناة ينزل ويشترك ويحط اللايك الحلو من ايده. نسمي الله ونصلي على رسول. وبدأنا بقى ايه؟ انا كان عندي ربع كيلو حمص. ربع كيلو حمص اسحر، ايوه. ربع عدس، ربع حمص. كل واحد بيعمل على قد الاسره اللي معاه، على قد الاسره اللي معاه سحر، ايوه، على قد الاسره اللي معاه. عملنا الكشري بطريقه حلوه قوي قوي، وتكات حلوه واسرار حلوه. المهم ايه؟ دي من بواقي العيد. بصوا بقى، صليتوا بينا على النبي يا ولاد، صلوا بينا على النبي. الاول انا جبت الحمص بتاعي وبليته من بالليل. عايزه تبليه الصبح او قبل ما تعملي حاجه وتفتحي عينيكي كده وتغسلي وشك وتقومي داخله بلاه. لا اما تبليه من بالليل، كل ما تبلي الحمص بتاعك يزيد اكتر. مدقنا بقى ايه؟ بلينا الحمص، جبنا البصل بتاعنا وخرطناه. بصوا، خرطناه وحطينا عليه بقى معلقتين نشا. حطيتي معلقتين النشا يا سحر؟ ايوه، حطيهم. وقسما عظما البصل بيقعد باليومين وبالتلاتة بيبقى ناشف، ولا بيقول انا هطرى ابدا. بصوا بقى، انا عملته كذا مره، بس مش لما حطيت نشا عليه خلاص اعتمدت على على الفكره دي، وما عنتش لما باجي اعمل البصل بتاع الكشري لازم احط النشا عليه. خليه محرمش جدا 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 فوق ما تتصور. لو قعد يومين عندك في التلاجة مش هيجراله اي حاجه. لو قعد بره وغططيه برضه مش هيجراله اي حاجه. ناشف زي البص، محرمش كده. المهم إيه، حطينا بقى. بصوا الزيت بتاعي ده انا هصفيه وهحتاج الزيت بتاعي ده كله. انا طبعا مش هحتاجه في الكشري كله واحنا شغالين بيه. انا هعمل لهم الكشري، انا هعمل الكشري لاني نفسي فيه. المهم المهم كل شويه يخرجوا يجيبوا في العيد، كل واحد يروح يجيب له حاجه وما يفكروش فيا. شفتوا بقى؟ شفتوا العيال وعمايلها السودا؟ يلا بينا بقى نبدأ. اول حاجه كده حمرنا البصل بتاعنا، نزلنا بالطماطم وبالصلصه بتاعه الكشري. حطيتي ايه يا سحر؟ حطيت خل، معلقتين سكر او معلقه. بس لو حطيتي معلقتين مش هيجرى حاجه لان التخديع انا عندي كتير. وحطيت ملح وشطه، الكزبره ناشفه. اصبروا بس، هتيجي الكزبره دلوقتي، هتيجي الكزبره. وحطيت الشطه مش اجباري يا جماعه، اللي عايز يحط يحط واللي مش عايز يحط ما يحطش. عشان ايه؟ متقوليش يا سحر ده كان حراق والكلام ده كله. وحطيت ايه؟ فلفل اسمر. ونزلت بقى بالايه، بال بالشعريه بتاعتي وحمرتها. وغسلت الرز بتاعي. بصوا، ركزوا ركزوا. احنا دلوقتي شغلنا البوتاجاز، عين عليها الحمص، عين عليها العدس، عين عليها الصلصه بتاعت الكشري، وكمان عملنا الرز وعملنا البصل. كل ده ما خدش معانا ساعه. لو هتعملي حبة كشري حلوين كده. بصوا كريم دخل بقى يرزق. المهم كريم بيقول لكم بيسلم عليكم. المهم انا حطيت الملح وقلت له قلب. مش عارفه كنت بروح تعمل ايه، جيب ايه من التلاجة. لازم يحط التاتش. اخويا عديب اللي في ايدك، قمر قمر ابني، قمر يا ولاد. المهم قلبت الرز بتاعي. انا بعوضه يخش ساعات معايا هو بصراحه الله يبارك له، يخش المطبخ ساعات كده يعمل اي حاجه فيه. عشان يتعود، عشان ايه ما يحطش كل حاجه على مراته بعد كده. يعني يعني عادي لو ساعد مراته ما فيش مشكله. انا ببقى فرحانه على فكره. محبش انا الراجل اللي هو اللي واخد السي السيد ده، عارفينه اللي هو ايه، ما يخشش المطبخ كل حاجه لازم مراته تناولها له، مش عارفه ايه القصص دي. الدنيا كلها لازم كلنا نبقى مساعدين لبعضنا. ايه يا سحر اللي انت حطيتيه ده بقى؟ انا جبت معلقه توم حلوه وعملت الدقه بتاعتي. عملتيها ازاي؟ حطيت يا دوبك، بصي سخنتها كده في معلقه زيت تسخن، مش تحمر، لا تسخن بس كده. حطيت بقى كوبايه ميه، وحطيت كمون. كمون حطيناه هنا.
وحطيت شطه، وحطيت شويه كزبره ناشفه، وحطيت شويه فلفل اسمر، وقلبت الدقه بتاعتي، ومش قادره اقول لكم كانت على جمالها وحلاوتها. وشويه خل وليمونه، بس الليمونه مش موجوده، ما جبتهاش في الكاميرا، معلش انا اسفه. وهنا بقى العدس بتاعي، بصوا الكشري خلص، ما خدش وقت معانا. ليه؟ لان انا شغلت العيون كلها على بعضها، يعني ما كملتش حاجه. باي بقى، لايك وشير بقى، واللي ما اشتركش في القناه ينزل ويفعل الجرس ليا عشان يوصلوا كل جديد. وانا استاهل منكم لايك، واستاهل منكم كومنت حلو. وبقول لكم بالله عليكم بالله عليكم بالله عليكم، انا مش محتاجه حاجه، انا كل اللي انا محتاجاه دعوه حلوه من قلوبكم. دعوه حلوه ايه من قلوبكم. بصوا، الكاميرا ظالمه الاكل، والله العظيم يا جماعه الكاميرا بجد ظالمه الاكل. بصوا شويه، نروح نجيب طبق الكشري قد كده اهو، ب20 جنيه ولا ب25 جنيه، وفي ب15 جنيه، بس ده ما ياكلش عيل بيبي صغير. ليه احنا ما نعملوش في البيت؟ نعمله في البيت والله العظيم. والبصل موجود عندك، والطماطم موجودة عندك في التلاجة، واكيد في مكرونة عندك في البيت، والرز موجود عندك، والشعرية عندك، والخير كتير. كل الحكاية ممكن نروح نجيب ربع كيلو عدس، نبعت اي عطار بيبيع عدس، ربع كيلو عدس وربع كيلو حمص، مش محتاجين اكتر من كده. كل حاجة موجودة في البيت، وخير ربنا كتير. والسلام عليكم.